يا جدعان قبطان 91 اهو. ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ انت تعالى كده تصور مع ابني. جرى يا حاج. يا عم انا مش متجوز. ايوه ادم ده مش ابنك؟ لازم يكون حد في النص عشان يخلي. بس بدون رقابه. انا توفيت يعني هقابلك في الجنه. مقاومة امر الله. توفيت ده هي جت معايا كده. طب ما العبها انا. ما تهيجش الدنيا والنبي عشان خاطر. هيقولوا عليا بتاع عيال ولا ايه؟ مش انا بقى الحاجه بقى عشان مش سنهم. في العيال هتعمل ايه يعني. خليني بقى اتعدلت لك بقى. قول لي اول ميكروباص ونط فيه. عيالنا بتتفرج على ايه اصلا؟ انت رياكت ثبتني يا فريده. والاهل طبعا فل خالص. لا ما انت بتكسب كتير بقى، ما احنا عارفين لا ان انت بتاخد ملايين. بودكاست مع رفعت، حلقة جديدة مميزة جدا. النهاردة هنتكلم عن موضوع كل الناس مش فاهمة تفاصيله، لازم النهاردة نفهمها. عايزين نفهمها لازم نفهمها من حد يكون عارف الموضوع كويس قوي من دهاليزه. من الآخر الأطفال الصغيرين ولادنا هم اللي بيقعدوا قدام النت أكتر الوقت. عشان تقدر تعرف عيالك بتتفرج على إيه، تعالوا النهاردة نتكلم مع واحد من أشهر الناس على السوشيال ميديا. عايز تقول بقى صانع محتوى، عايز تقول بلوجر، عايز تقول كل اللي تقوله قوله. تعالوا النهاردة مع قبطان 91. هنعمل حلقة النهاردة جامدة جدا فيها كل الكلام اللي ممكن تعرفه عن الألعاب الجديدة والألعاب اللي بتنزل على النت والحاجات اللي عيالك بيتفرجوا عليها ليل نهار. تعالوا مع القبطان 91، يلا بينا. ازيك يا قبطان، عامل ايه؟ انا زي الفل، انت عامل ايه؟ الحمد لله، انا مبسوط من ان انت معايا النهارده. الله يخليك. احنا هنتكلم عن حاجات كتير جدا، والنهارده انا عايز اعرف منك شويه حاجات كده عن الالعاب اللي موجوده دلوقتي، بابجي، روبلوكس، مش عارف ايه، حاجات كتير قوي. انا يعني للاسف انا مش قوي فيها ومش فاهمها، والنهارده انا عايزك انت تفهمني. الفكره الاساسيه مش بس في الالعاب، فكره في الحاجه اسمها جيمنج والستريمنج وازاي ان انا اقعد قدام لعبه واتصور وانا بتفرج عليها وبلعبها. انت بدات تعمل فيديوهات على الالعاب دي وانت فاهم كويس الالعاب دي وفاهم دماغ الاطفال بيحبوا الالعاب دي ليه ويعملوا ازاي. احكي لي كده اصلا بدات ازاي عشان افهم بس انت بداتها ازاي. هو انا بداتها كانت على الفيسبوك، كنت بلعب ببجي بس طبعا صفحتي اتقفلت. وبعد كده دخلت على التيك توك، ما كنتش فاهم اي حاجه في التيك توك ده خالص، بس بداتها بقى ببجي برضو. في الاول يعني كانت المشاهدات مش قوي، مش قد كده، مع ان ببجي كانت اياميها برضو ترند. ببجي ترند انت عارف. طبعا. بس انت بدات تعمل فيديوهات وانت بتلعب ببجي. كان في الاول لعب وبنزله، بس بعد كده بقى ايه، قلت لازم اعمل فكره جديده. لازم ادخل الجيمنج مع محتوى قصصي. طيب يعني اذاعي. اول فيديو كنت عملته كان قصه رعب، انا كنت كاتبها انا من وانا صغير وانا بالف قصص، فقلت بقى ان انا ادخلها مع الجيمنج. زي ما انت عارف اول قصه كانت محتاجه طفل، كان اسمها شلل النوم. لقيت كان في حد كده من الفانز بيتابعني قوي، كان بيحبني قوي قبل الشهرة وقبل كل ده، فجبته جربته وجبته. اسمه احمد، وطلع معايا في اول قصه وجابت مشاهدات كتير قوي. بعد كده بقى لقيت الناس عماله تنزل العاب وتعمل اللعبه للسايلنت وتقعد بقى ايه تحكي قصص او تالف قصص او كده يعني. طيب انا اللي اعرفه عن الفيديوهات اللي انا شفتها لك ان انت بتعمل حاجه بتبقى لطيفه لايت، بيبقى الاطفال بتحب تتفرج عليها، طبعا فيديو جيم ايا كان، وبتتكلم مع طفل، بيبقى معاك طفل في الفيديو بالزبط. وبتعمل بقى موقف ايا كان بقى، انت وابنك بتاكلوا، انت ابنك عايز ياكل حاجه مضره لا ما انا هسالك لسه عنه دلوقتي، فيعني عشان نفهم. هتسالني عن ابني؟ طب سؤال، خلاص بما اننا اتكلمنا، احكي لي كده ايه علاقه، ايه دنيتك مع ادم ابنك وانت بتعمل فيديوهات معاه؟ مع ادم ابني ازاي يعني؟ مش فاهم يا عم. انا مش متجوز، انا مش متجوز اصلا، انا عندي 34 سنه. ايوه متجوز. انت مش متجوز بس عندك هخلف ازاي يعني؟ لا مش تخلف، انت كنت لازم يكون حد في النص عشان يخلف. السؤال انت دلوقتي كنت الاول متجوز وعندك ادم وبعدين مش متجوز دلوقتي، حصل ما حصلش نصيب، ولا امال ادم ده ابن مين ده؟ ايوه ادم ده مش ابنك؟ لا ده ابن الفنان الكبير احسان التركي. الله يرحمه. انا بتضايق اصلا لما حد يسالني السؤال ده، يقول لي ده ابنك وده ابنك وده ابنك. انا عرفت بصراحه. انت عندك اولاد كتير، انا بصراحه بشوف معاك اطفال كتير. لا يا عم فكلهم اكيد ولادك يعني. مش متجوز ولا مخلف. طب خلينا بما اننا جبنا السيره، احنا عايزين نتكلم عن علاقتك بالفنان الله يرحمه احسان التركي. بص، هي زوجته تبقى خالتي. كان في فتره كده كنت انا قاعد معاهم فتره كبيره، بسبب ان انا كنت بدرب ادم على التمثيل، وكمان طلع معايا في سكتشات كتير قوي قوي قوي، جابت ملايين المشاهدات على التيك توك وعلى اليوتيوب.
اليوتيوب جميل. على جميع المنصات يعني. إمم. دي كانت فترة بقى كانت طويلة أوي، يعني قُل مثلًا 3 سنين آدم كان بيمثّل معايا وبرضه الناس عمّالة تقول ابنك، ابنك، ابنك. أنا أي حد بيطلع معايا كل الناس بتقتنع اللي هو إيه، ما هو كان في عنك أنت بعد وفاة الفنان إحسان التركي الله يرحمه، آدم اتقال والده توفى، فكانوا فاكرينك أنت تقريبًا يعني. ما كانت بعد الفنان ما توفى الله يرحمه يعني، كانت أغلب الناس بتقول إن قبطان هو اللي مات، مفكّرين إحسان أنا وأنا إحسان طب كده. احكِ لي الموضوع ده كان يضحّك أوي من التيك توك ما واليوتيوب كانش وبتاع. بُص، هو اللي ضايقني في الموضوع إن كان السيرش محرِّك البحث قبطان توفى، فكانت بالنسبة لي ده بيأثّر عليّا كتير أوي، وكمان في مسدجات كتير جدًا كانت بتقول لي الله بقاء يرحمك والدعاء من الله. اتوفيت، يعني آه. على أساس إن أنا هارُد عليهم مثلًا. يعني 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 أنا هارُد هاقول مثلًا أنا اتوفيت، يعني هاقابلك في الجنة يا إن قلبي. شاء الله. اللي هو يعني مش فاهم. فحسيت كده اللي هو لأ، الموضوع كان طب مضايقني يعني شوية. أنا حتى كمان أنا أنا كنت في العزا وكنت برّه، إمم. أنا ما كنتش عايز حد كاميرا تيجي عليّا أو حاجة، إمم. لإن أنت عارف إن أنا محتوى يعني اللي هم الجيل الجديد هو اللي بيتفرّج عليّا، أكيد. فبالتالي مش عايز أظهر، أنا حُر مش عايز أظهر أو أي إمم. حد يقول لي أطلع في في لقاءات أو في حاجات زي كده. لقاءات ما فيش بس غير طلعت ساعة وفاته، كنت أنا مُجبر اللي أنا أطلع أقول كلمتين اللي أنا أطمّن الجمهور عليه، كان إمم. دي بس ما انتشرش أوي يعني، مش عارف إمم. كان في تبع جريدة إيه. طيب إحنا هنرجع تاني شوية، أنت بعد ما بدأت تعمل المحتوى بدأت تشوف إن في أطفال وجِبت الطفل اللي هو أحمد، وبعد كده بدأت تجيب أطفال تانية. أنا ملاحظ من كلامك إن أنت قعدت فترة في القاهرة وبتقول إن أنت بدأت تدرّب آدم اللي هو ابن الفنان إحسان تركي الله يرحمه، وأكيد درّبت أطفال تانية، يعني أنا شُفت أطفال تانية معاك كتير. كتير. وأنا أعتقد يعني ممكن برضه تحكي لي عن علاقتك كده بولاد أختك اللي بيطلعوا معاك في الفيديوهات. هم طيبين جدًا إمم. ومحترمين أوي، يعني هم غير إن هم ممثلين جامدين أوي، هم عسل بصراحة. إذا كانت مليكة أو عمر أو ملك. أختي برضه عندها نفس الموهبة بتاعتي، بتألف قصص وبتمثل تمثيل إذاعي، إمم. بتمثل بوشها، تمام. فهم عندهم الموهبة وهم كويسين يعني. طيب إحنا فكرة إن أنت تعلّم الأطفال إنهم إزاي يمثّلوا ويبقوا معاك قدّام الكاميرا وحاجات زي كده، أنت كنت بادئ الموضوع ده إزاي؟ هل أنت بس عشان كنت الطالب ده أو الولد ده هيطلع معاك في الفيديو، والّا أنت حبّيت المجال نفسه إن أنت تعلّم التمثيل بُص، للأطفال؟ هو الموضوع أصلًا جِه معايا بالصدفة، إمم. يعني أنا أصلًا كنت باقدّم قصص لوحدي من غير أطفال ولا أي حاجة، إمم. وكنت أصلًا محتوى gaming إمم. زي ما قُلت لك. إمم. بس هي الفكرة جِت صُدفة، أنا كنت مألِّف قصة اللي هي شلل النوم دي، فكان مفروض يكون في طفل، مش هينفع أنا أحكي القصة، لازم يكون في طفل بيرُد عليّا، فهي جات معايا كده. وحتى أول فيديو ليّا لمّا أنا قدّمته مع أحمد اللي هو كان معايا زمان دوّة، كنت أنا مثلًا قاعد في كافيه مع أصحابي وكده وأقول لهم اسمع دي قبل ما إمم. أنا أنزّلها، يقولوا لي: "إيه الهبل ده؟ إمم. شيل الهبل ده مش هيجيب مشاهدات ولا حاجة." لإن بالنسبة لهم فكرة جديدة، إمم. إيه لعبة PUBG ومعمول لها silent وفي قصة شغّالة شغالة، يعني أنت وبتتقال. هتسمع والّا هتتفرّج؟ وكمان هم بالنسبة لهم اللي أنا باقدّمه ده هبل، عشان مش سِنّهم. جديد بالنسبة لهم، طبعًا. آخرهم الراديو إمم. زمان. إمم. أنا بقى عِدت الراديو بس بتفكير إيه، حاجة حاجة casual تجذب العين عشان تخلّيني وحاجة أسمع وفي casual نفس كمان. الوقت أتفرّج. وبسرعة، باتكلّم بسرعة، يعني زي ما باتكلّم معاك كده بسرعة، إمم. فاهم؟ ما افكّرش على طول. ضربت، يعني أول ما أنا نزّلتها أنا نمت، لقيت أحمد اللي هو الصغير ده بيتصل بيّا بيقول لي: "الحق ده القصة ضربت، أنت لازم تنزّل الجزء التاني." ونزّلت بقى الجزء التاني وقصص كتير، فخلاص اتعرفت، وصلت 1.000.000 متابعة على التيك توك أياميها بسرعة كمان. خُد بالك موضوع الأطفال ده صُدفة، لإن الناس أصلًا مستغربة في موضوع طَب ليه الأطفال؟ ما إمم. أنا ربنا خالقني كده اللي بيشاهدني أطفال، اللي بيحبني أطفال، يعني إمم. ممكن الكبير ما يحبنيش، بس ممكن الصغير الجيل الجديد يتابعني، بس أنا كده، بس ده بس حاجة مش كويسة، مقصودة، يعني بس هي مش مقصودة، هي جات معايا كده. طب هي دي حاجة كويسة عشان يبقى في حد راجل كويس وأمين وحابب إنه يعمل حاجة للأطفال لطيفة وما فيهاش ابتذال. إحنا النهارده بالضبط. أسهل حاجة ممكن تشهر القبطان 91 إن هو يعمل حاجات مبتذلة، يعمل حاجات آسف يعني فيها حاجات ألفاظ مش حلوة، حاجات خارجة، بالضبط. فكون إن يبقى في حد كويس وممكن يعمل حاجة من غير ما يبقى فيها ده حاجة كويسة بالنسبة لي. بس خلّيني بقى أسألك شوية أسئلة كده عن أنا كواحد مثلًا أب أو أم أو أي حد بيتفرج علينا، قُل لي هو عيالنا بتتفرج على إيه أصلًا؟ إيه الstreaming وإيه الgaming
الجيمز دي في جيمز باعرف ان هي تقريبا حاجات مش كويسه، يعني في جيمز مش لطيفه. فانا اسمع في فيديو على بابجي وروبلوكس وبتاع. تشوف الفيديوهات دي ازاي، الالعاب دي ازاي؟ هقول لك على حاجه، كل حاجه وليها حدود. بمعنى يعني انت لو ابنك بيستخدم لعبه بابجي دي في طريق صح تمام زي الفل، لو بيستخدمها في روبلوكس طبعا بطريق صح. البابجي دي بتخلق عنف فعلا؟ انا بالنسبه لي لا، يعني هتخلق عنف ليه؟ وهو انت ابنك لو بيقعد عليها 24 ساعه اكيد ابنك هيجي له تربنه بالظبط. بصراحه، يعني ما ينفعش. لكن انت لو حددت له يلعبها الوقت مده. لكن في بقى هقول لك بقى اللي بيدور الايام دي كارثه بقى، اللي هو يعني روبلوكس انت عارف او مش عارف، انت عارف او مش عارف، لا. اللي هي ممنوعه في الدول، معظم الدول الخليجيه وفي العراق طب ليه وتقريبا في اشمعنى؟ السعوديه. ليه روبلوكس بالذات ممنوع؟ ما هو بيبقى فيها استغلال اطفال، بمعنى ان انت في شات وفي مايك كمان، تمام. فبالتالي في ناس كبار في السن بيخشوا لعبة روبلوكس عشان يستغلوا الأطفال جوه، اللي هو يجيله ماسنجر، يكلموا في التليفون، يستغلوا مثلا في حاجات هو شاريها في اللعبة. انت كشخص كبير معقد نفسيا بتخش للأطفال عن طريق لعبة روبلوكس أو عن طريق لعبة بابجي. بيحصل ما بينك وبينه صداقات. هو ايه السبب؟ هو في كارثة دلوقتي، هو في سبب ان الطفل يلجأ ان هو يتعامل مع ناس في السوشيال ميديا ومش بيتعامل مع أهله. عيلته. دي كارثه. ليه؟ لان عيلته اصلا مش فاضيين له، فبيسيبوه بقى ذاكر ما ذاكرش بيلعب 24 ساعه، فهو بيروح يقول لابوه مثلا بابا ما تقعد معايا، بابا انا عندي مشكله انا مش فاضي. او ممكن يكون الاب عنده مشاكل اللي هو ماديه، اللي هو تخليه اللي هو اصلا مش فاضي، واثنين وثلاثه. فبالتالي هو بقى بيلجأ للسوشيال ميديا واصحاب السوشيال ميديا، فبتبدأ بقى خلاص يعني اقرب طريق اللي ان هو يخش مع ناس ما يعرفهمش روبلوكس وبابجي. فطبيعي فبيخش بقى في مايك ويخش في صحوبيه وبيتكلموا في التليفون 24 ساعه وبتاع، والاهل طبعا ولا عارفه هو بيتكلم مع مين ولا بيعمل. فالبدايه نفسها مش في اللعبه نفسها، مش في لعبه روبلوكس او في لعبه بابجي، البدايه من الاهل نفسهم، مفيش اي رقابه خالص في الموضوع. وده يعني موضوع رخم. كان زمان اهالينا بيهتموا بينا، يعني انا او انت الجيل بتاعنا اللي هو جيل 91 كان اهالينا بتقعد معانا قوي، تلاقي العيله متجمعه على فيلم، العيله متجمعه على مسلسل في التلفزيون، المسلسل يخلص انا بروح اذاكر. ما كانش فيه الايام بقى اللي هي اللي زي دلوقتي العيل بقى يلعب روبلوكس ويتشات مع اي حد ويكلم اي حد. انا اغلب الاطفال اللي بتجيلي عشان تمثل، وقبل ما هو يمثل مفروض اهله يعرفوا، وانا يكون ما بيني وبين يعني في صداقه بيني وبين ابوه على الاقل لو اكلمه. ففي شغل انا بعمله معاه ان هو يطلع ويظهر للسوشيال ميديا ويعمل صفح ناس تانية، يعني في عيل صغير يتعرف على راجل كبير مثلا ولا مشهور ولا معروف في الميديا ولا اي حاجه، ويبدا اللي هو يلعب معاه. طب ازاي؟ وانت سايب ابنك كده ازاي؟ يعني العيب على ابنك مش العيب على المنظمه اللي دايره تستغل الاطفال، لان في منظمه كبيره بتستغل الاطفال. لا ده على فكره ده بجد في كل شيء. يعني لسه بتحذر دلوقتي الاهالي من ان هي تسيب ولادها قدام الالعاب بدون رقابه. بالظبط. ما هو لازم يكون في رقابه، ولازم هو يعرف هو بيتشات مع مين. اصل ده في الاول في الاخر ده طفل، ولازم الاب يصاحب ابنه، يعني مش اللي هو يسيبه كده طول الوقت. يعني انا ابني متساب كده طول الوقت، اللي يتكلم مع اي حد ويتشات مع اي حد. اصل دي السوشيال ميديا، هو ليه ما بيتعاملش مع الناس دي في ارض الواقع؟ ايه الاخطر؟ ممكن كلام شخص على السوشيال ميديا يغير تفكير العيل، ممكن يبقى معاملته وحشه على فكره اغلب العيال اللي معاملتها وحشه مع اهلها بسبب السوشيال ميديا، او العيال اللي في السوشيال ميديا. ليه؟ لان هو بيبدا بيطبع بطباعه، اغلب الحاجات اللي هم بيحكوها هو خلاص اتطبع بالطباع وخلاص، زود بقى حاجات سلبيه كتير وحاجات وحشه كتير، فبيبدا بقى يطلعها في اهله. والاهل طبعا الفل خالص. يعني نادرا تلاقي عيل يكلم صاحبه يقول له ايه طب معلش عشان هقعد مع بابا شويه، دي ما بتحصلش، نادرا خالص. طب انت شايف الالعاب، سيبك بقى من الجزئيه بتاعه الاستغلال في الاطفال وكده، الالعاب نفسها بتاثر ازاي على ذكاء الطفل او على ادراك الطفل او على ان الطفل ينمي من دماغه؟ هل شايف ان الالعاب دي بتدمرهم خالص، ولا شويه لعب وشويه مذاكره والكلام ده كله ممكن زي ما احنا كنا بنعمل زمان واحنا صغيرين تنويع ما بين كله وبعضه؟ لا بص، هو الالعاب مطلوبه
ومطلوب ان هو يلعب، مفيش اي مشكله، لان الجيمز كويسه، انا مش شايفها وحشه ولا حاجه. هي في حاجات فيها وحشه، بس هو اكيد لو ابنك متربي هيبعد عن الحاجات الوحشه، او انت محتويه زي ما انا اتكلمت، إمم، بس بيبقى في حدود، مش إمم، بيبقى 24 ساعه بيلعب لعبه. إمم. فاهم؟ في اطفال على فكره بدات ان هي تلعب العاب، وبدات ان هي تتاجر في الالعاب دي ويجي لها فلوس، وفي ناس بدات بعض تشتغل سن صغير، الشغل دي مش عايز اقول اطفال قوي، بس سن صغير اللي هو يطلع اللي هو ايه، يطلع لايف ويربح من الحاجات دي. اوكي ماشي، مفيش اي مشكله، بس مش يهمل الاساس اللي هو الدراسه، او يهمل اللي هو يقعد مع ابوه. طيب سؤالي معلش أنا يعني إيه المميز في إن أنا أبقى باتفرّج على واحد قاعد بيلعب، طب ما ألعبها أنا، يعني ليه دلوقتي بقى في عالم كامل من السوشيال ميديا بيتفرّج على حد داخل بيلعب لعبة ما؟ هو مش اي حد، يعني في واحد مثلا بيلعب مثلا، يعني انا بطلع لايف روبلوكس كتير، هم بيبقوا حابين اللي بيستريم، او حابين الشخص اللي هو بيتكلم بيضحكهم، وهو طريقته في اللعب بطريقه مميزه، فبيبدا اللي هو الشخص اللي بيتفرج بيبدا يستمتع باللايف. انا قاعد يعني فاهم، انا مش همشي، انت بتعمل شو معين، الستريمر بيعمل شو معين في اللايف بيخلي الواحد قاعد. لعبه بابجي طبعا في ناس بيستريموا فيها كتير، وفي ناس بينزلوا عليها فيديوهات كتير، بيبقوا لعيبه كبار، يعني بيبقوا بيلعبوا اللعبة باحترافية، فانت بتشوف هو بيلعبها ازاي باحترافية. نفسي ابقى زيه، نفسي ابقى العبها زيه، لان طبعا لعبة بابجي بتبقى بتحتاج يكون عندك سرعة بديهة عالية. طيب إحنا بالنسبة لحياتك أنت الشخصية بقى، مم. اتأثّرت إزاي بالتعامل مع الأطفال والتعامل مع أهاليهم والشغل بتاع الstreaming والحاجات دي؟ يعني أنت بتقول لي أنت مش متجوّز لغاية 34 سَنة، مش طب هل ده ضيّع وقت كتير من حياتك، كان مأثّر عليك؟ هو فاتني. بص، هو المشكلة في حاجة انك تعلم الطفل التمثيل والبتاع ده صعب، إمم، لان الطفل ما بيبقاش قاعد على بعضه، او البنت ما بتبقاش قاعدة على بعضها، فكونك اللي انت نجحت اللي انت تصبر، او تصبر على الاهانة اللي انت هتاخدها ما اهم، انت بتنتهان، ما لان انت لا بتتكلم في ايه اللي انت بتستحمل عشان تطلع نتيجة، فبتستحمل بقى حاجات كتير جدا، لان هم مش في سنك، انت بتنزل لمستوى تفكيرهم، اهم، فبتبقى طفل زيهم. أكيد، فده المطلوب. هو بص، لو ما مثلش صح اعرف ان انت ما نجحتش. إمم، انت هتنجح لو انت نزلت على مستوى تفكيره. انت بتبدا بقى ايه، خلاص بقى اكنه بيعتبره اللي هو ساعه قبطان ده صاحبي، فانا هعمل اللي هو عايزه، فبالتالي هيطلع موهبته كلها. أكيد، بس طبعا ده بياخد له وقت، يعني أكيد. في ناس بتاخد لها وقت كتدريب، فتره تدريب تمثيل. طيب إحنا بما إنك كده الأطفال كتير أوي بيحبوك وبيبقوا عارفينك، وعندك يعني جمهور بالملايين على السوشيال ميديا من الأطفال، احكِ لي كده ضحّكني كده معاك كان شوية حاجات بتحصل وأنت في الشارع مثلًا، احكِ لي موقف كده لذيذ حصل لك قبل كده. هو كان ادم ابن الفنان حسين التركي الله الله يرحمه. يرحمه. كنا ماشيين في فيصل، وانت عارف فيصل دي شعبيه آه بشكل كبير، جدًا ده انا ما فيش حد واخد باله منها. شعبية والناس بالظبط. ولاد بلد أوي. انا كنت ساعتها عامل مشاهدات عاليه جدا، كانت معايا ده، بس طبعا انا ما حدش واخد باله مني لان زحمه وبتاع، وما أكيد حدش ما واخد باله حدش مني. واخد باله من بعضه يعني. ممكن 2 3 كده يبصوا ويمشوا. هو انا ضايقت ادم كده، كنت بقول له كلام كده جامد، بعدين هو الولد عايز ياخد حقه مني بقى، مش تمام. لاقي طريقة وادم بقى شقي، آه. قام قايل ايه، يا جدعان قبطان 91 اهو، قبطان 91 والله العظيم اللي بيطلع على اليوتيوب والتيك توك. بص بقى كمية الناس اللي جت، وفي طبعا ستات نزلت من بيوتها عشان تشوف عيالها عمالين متجمعين آه على راجل كبير بيعملوا ايه. أنت مين ده اللي ابني واقف عايز مش تتكلم عارف معاه؟ ايه والدنيا بقت زحمه، وكنا في حاره اصلا، حته حاره مزنوقه، انا اتزنقت زنقه وحشه قوي، وادم برضه عمال يصيح، فاهم يعني، عمال يقول لي يا جدعان قبطان اهوت، قبطان اهوت، وعمال يعمل لي كده. يا جماعة هو بقى متضايق عايز يفش غل، وانا اصلا فاهم، انا واقف في النص أصل كده، أنت وانا خايف العيال هتعمل ايه، يعني فاهم طب هتتصور ولا هتعمل. قُل لي يا لقالي. بس في بقى حصل موقف صعب قوي، ان في ست قامت جت قالت لي انت بتعمل في الاطفال ايه؟ قلت لها والله انا ماليش دعوه والله، أنا بريء يا باشا، أنا تقريبا بريء، هم عارفيني ماليش دعوة قالت لي حاجة. تعالى كده اتصور مع ابني. الله! جرايه يا حاجة قلت لها ايه، يعني انت عامله الاكشن. صدقت انا وأنا قلت بالله ده والله، منين انا قلت هتاخد في بوكس ولا ايه، انا مش فاهم، انا ماليش دعوه يا عم. هيقولوا عليّا بتاع عيال والّا إيه؟ مش فاهم. تعالى بص، تعالى كده هتصور مع ابني هنا، قلت لها ماشي حاضر. هتصوروا اقف هنا مش عارف، وهاتي لي أي حد ده أنت كان عايزاه. موقف، وفي موقف تاني برضو، كنت رايح اجيب ادم من المدرسه، كان اخر يوم امتحان، يعني دي ساعتها انا ما كنتش مدرك اللي هيحصل فيا، فاهم. هو كان المفروض في حته برضو فيها 3 مدارس، إمم.
يعني حته فيها أنت في ورا رايح مجال اجيب ادم. آه. انا مش عارف اللي هيحصل فيها كده. أنت عادي، أنا شاب عادي انا وماشي جيت اخدت ادم، وبعد ما اخدت ادم كله جرى ورايا انا وادم، وجريت اخدت الشارع جري، كل الناس طالعه بقى، ده اخر يوم انت مدرك بقى اللي كميه هو أصلًا الاطفال. العيلة أساسًا مكبوتة وعايزة نفسها في حاجة حلوة بقى. فانا بقى الحاجه الحلوه آه. بقى. أنا نفسي مفيش لاخر الشارع كنت باخدها جري. انا قلت الموبايل بتاعي هيروح، ودول عيال ومش مدركين اللي هيعمل. المهم ايه، في واحد قال لي لا خش القهوه وانا هقفل عليك القهوه ومش عارف. دخلت القهوه، حبسوك في القهوة. لقيت لك بقى راجل من بره بيقول على فكره انت شخص مغرور، كميه الاطفال ديت المفروض تصارع، انت شخص مغرور انت بتجري. فطلعت قلت ما تهيجش الدنيا والنبي عشان خاطري، وما تهيجش الدنيا انا خايف فالراجل صاحب القهوه قال لي بص اول ميكروباص ونط فيه. بُص، هو الموضوع مش حوار غرور على قد ما أنت برضه وانا خايف. خايف. على فكرة ممكن كان يحصل تدافع من الأطفال، ممكن يخبطوا في بعض، ممكن ايوه وبعدين على فكرة عمرك ما هترضيهم لأنهم عددهم كبير. مع عدده مين هيبقى بتصور معاك الأول، مين هتبقى مركّز معاه مش مركّز معاه، فكان هيحصل هو مشاكل. ده عيب اللي جمهوره اطفال. إمم. ده العيب اللي جمهوره اطفال لما بيبقى في مناطق شعبيه او بتاع بيلاقي فيه حاجات مش حلوه كتير. طب أنا هاكلمك حتّة جَد كده شوية، يعني خلّينا نقول أنت جمهورك أطفال وأنت كنت مش بادئ بالبداية دي، ولكن هي ربنا عايز كده. هو لا هم كده جات من عند ربنا. آه. طب قُل لي أنت النهارده بعد وقت كده من القصة دي، فأنت النهارده بتعمل محتوى وأنت حواليك ناس بقى زي أحمد رفعت صاحبك مثلًا ومش عارف مين ومين ومين ومين، لمّا ييجي النهارده حد يقول لك يا عم أنت يعني بتقعد تعمل محتوى أطفال وتنزّل نَفْسك لشوية عيال وبيقعد يتكلم معاك كده حصل. يحبطك بقى ويضايقك ويحسسك إن هو يعني إيه الهبل اللي أنت بتعمله ده، لأن طبعًا كل واحد بيحب يركّز في حاجته، يعني أنا النهارده ما باحبش الكورة مثلًا ومش مهتم بالكورة وما باشجعش، فلمّا أشوفك بتتفرج على ماتش أهلي وزمالك أقول لك إيه القرف ده يا عم أنت إيه مستفيد إيه يعني بحتة جلدة الناس بتجري وراها، نفس الكلام إحنا ككبار أغلبنا مش هيهتم بقصص الأطفال أو الفيديوهات للأطفال، أنت سمعت حاجات كتير أحبطتك وضايقتك، كنت بتتعامل معاها إزاي؟ انا اصلا مش حابب الفكره، يعني انا مش حابب ان انا يكون، مش عايز اقول اللي هو، يعني انا كنت في الاول مدرك ان مثلا هيتابعني ناس كبيره، إمم. بس هي جت معايا كده. بس اغلب، عشان بس نكون واضحين يعني في الموضوع، يعني الناس اللي بعيده عن السوشيال ميديا اللي انت بتقول اللي هم بيقولوا لي كده، دول اغلبيتهم مش بيتفرجوا على السوشيال ميديا. يعني اغلب السوشيال ميديا اللي بيتفرج عليها ايه؟ الأطفال طبعًا. الجيل الجديد. مش الجيل عايزين نقول اطفال يعني، اللي هو السن الصغير، السن عشان الصغير. احنا في الثلاثينات، يعني انا آه. وانت في الثلاثينات، ما إحنا مش كبار فبالنسبه أوي لنا بس احنا برضه كبار. بس لكن احنا بنقول مثلا ايه اللي هم الصغيرين، يعني فاهم، صغيرين مش اطفال. من أول 4 سنين مثلًا مفيش لغاية حد هيسيب شغله ويتفرج على السوشيال ميديا، كلها اللي بيتفرج على السوشيال ميديا ومتابع المشاهير اغلبيتهم السن الصغير، فاهم. هم بيزعلوا كمان لما بنقول عليهم اطفال، لا هو إمم. سن صغير عشان انا كبير، فطبيعي انا بقول أنت لك انت أصغر. طفل، انت اصغر. يعني حتى لو هو مثلا بيقلب على التيك توك او بيقلب على اليوتيوب، هتلاقيه وهو راجع البيت وقبل ما ينام حاجات بسيطه، فمش هيلحق أساسًا يعني. ومش هيتفرج بس على المحتوى الترفيهي، فأنت هو اخر بتبقى مثلا. مقتنع إن هو معذور، هو راجل مطحون يعني مش هيفهم الموضوع بتاعك لأنه مش متابعه ولا هيستوعبه ولا هو ده الفئة المستهدفة في الأول والآخر يعني. بالظبط. طيب بس برضه أنت النهارده الناس بتتكلم معاك عن إن أنت ده شغلانتك، يعني أنت زيك زي أي حد بيشتغل على بالظبط. الإنترنت وبييجي له المحتوى بتاعه بييجي له من اليوتيوب أيًا كان بقى والّا من التيك توك والّا ما من عادش أيًا كان. والله. لا ما أنت بتكسب كتير بقى، ما إحنا عارفين لا إن أنت بتاخد وربنا ملايين. وحياة ربنا طب لا. خلّيني أسألك السؤال اللي إحنا بنحب نسأله أوي الصراحة، إحنا عندنا فضول، أنت بتاخد كام مليون في السنة من كام مليون ايه؟ لأ ما أنت بُص بقى ما تقعدش تقول كلام كام مش مليون ايه؟ أنت النهارده عندك ملايين المتابعين ملايين المشاهدات في كل فيديو، طيب. يعني أقل فيديو النهارده بنتكلم مثلًا في مليون. طب انا هقول لك، لأ خلّيني بقى اتعدلت لك بقى قُل لي. انا بقالي شهرين، يعني انا في شهرين جايب 7000 جنيه. طب ما الأرقام دي بتيجي إزاي أصلًا، يعني هُم بيحسبوها إزاي والّا هي ماشية إزاي؟ انا يوتيوب شورتس، انا فيديوهات قصيره، انا بعمل فيديوهات قصيره. انا بقالي 10 شهور ما نزلتش فيديوهات طويله. إمم. يمكن الفيديوهات الطويله هي اللي بتجيب شويه، وكمان انا المحتوى بتاعي تحت بند الاطفال، إمم. بيجي له ربح قليل عن مثلا الناس اللي هم التوبات اللي هم ما بيطلعوش مع اطفالهم وكده، او بيطلعوا مع اطفالهم بس بيقدموا محتوى كبير. مش عايز اذكر اسماء دي. طب وده ما بينعكسش على حياتك الشخصية إن أنت حاسس إن أنت بتضيّع وقت على الفاضي مثلًا، فبتقول أنا خلاص مش عايز أطلع ما هو ده تاني؟ رزقك حاليا. آه. يعني في اوقات
بيبقى الربح كويس جدا. في اوقات الربح على حسب المشاهدات. السيزون بتاع الدراسه ده، الوقت ده بيبقى وقت صعب جدا عندي في المشاهدات خالص، على اليوتيوب، على الفيسبوك، على التيك توك. المشاهدات بتبقى قليله. طول ما المشاهدات بتبقى قليله طول ما الربح بيبقى وحش. هو مطلوب المشاهدات تبقى عاليه عشان الربح يبقى عالي. بس انا عامه انا يعتبر اقل يوتيوبر في الدنيا دي كلها بياخد فلوس، باخد فلوس قليله جدا. اصل انت برضو محطوط في حته، ممكن لازم يبقى معاك عربيه ايه، ولازم تبقى خارج خروجه حلوه، ولازم تعمل ده برضو حياه الناس بتوع السوشيال ميديا. احنا بنبقى شايفينها ان هو حياته حلوه، اللي لا هو انت مش كلها، مش كل الناس. مم. بص هو ربنا برضو مقسم الارزاق. يعني مش كل من دخل السوشيال ميديا يبقى هو بقى جامد قوي وعنده اصول وعنده فيلا. لا، هي ارزاق. هو ربنا مقسم الارزاق في اي مجال في اي حته. هو ده رزقي دلوقتي حاليا. فلا كان في فترات انا كنت يعني كانت الفلوس معايا كويسه مم. جدا. يعني انا ما استغلتش السوشيال ميديا صح. مم. يعني انا كنت استغليت السوشيال ميديا صح كان زمانتي دلوقتي بقيت في حته تانية. طب خليني اسالك، احنا النهارده في ناس كتير حلمهم ان هم يسيبوا اشغالهم ويشتغلوا السوشيال ميديا بس، يفضل يطلع في فيديوهات ولايفات ومش عارف ايه وبتاع، وفاكر ان حياه السوشيال ميديا حلوه، وان حياه السوشيال لا ميديا وحش. انت اغلب الوقت قاعد بين 4 حيطان، فاهم؟ بتركز كل يوم هتنزل ايه. ما عندكش وقت. ما عندكش وقت اللي انت تقعد على القهوه، ما عندكش وقت تتنفس حتى. ولو جيت تقعد بتقعد مع ناس اللي في نفس مجالك، تبداوا تعملوا افكار مع بعض بتاع. بس لا ما فيش. انا بتهيألي لما دخلت السوشيال ميديا مع صحابي القدام او ما اعرفش عنهم حاجه دلوقتي ولا ليه علاقه بيهم اصلا. ممكن نسال على بعض كل فين وفين انا من بعد ما دخلت السوشيال ميديا. بس الموضوع يعني وحش في انك كل يوم محتاج فكره، وخصوصا لو انت شغال. دخلك الرئيسي في السوشيال ميديا انت لازم كل يوم تجيب فكره. يعني كل يوم لازم سكتش كوميدي، ولو ما جابش لازم اركز اكتر عشان يجيب مشاهدات اكتر. طب الناس اللي دايما تقول لك اسفاف، والناس اللي بتتكلم عن الحاجات التافهه وعن الحاجات مش محترمه، فالنهارده يقول لك يا عم ايه المشكله، يعني هي المجتمع كله اصلا قليل ادب وكله بيشتم وكله بيعمل وبتاع. يعني جت عليا انا لما اعمل فيديوهين والناس تقعد تتفرج عليا، وانت شايف يعني في ناس بتطلع وبنات، مش هقول لك شباب بس مثلا وبتاع، لا بنات كمان بقت بتطلع بيخلعوا رداء الحياء، وبقوا بيتكلموا باسلوب مش حلو وبيقولوا الفاظ مش كويسه، عشان عايزين حد يطلع بقى من الناس اللي بتعمل فيديوهات تتريق على الفيديوهات اللي شبه دي، ويطلعوا ويكسبوا والدنيا ويتشهروا والناس تبقى كده. انت شايف الموضوع ده ازاي خلال ما انت قاعد في السوشيال ميديا يعني؟ العيب على الجمهور مش على المحتوى. يعني هو الجمهور هو بيخلي الفيديو ينتشر. يعني لو في فيديو مثلا فيه حاجات مش كويسة بيخليه اللي هو ينتشر غصب عن غصب عن عينه لازم ينتشر. لكن المحتوى المحترم بيطلع بعد فترة طويلة قوي. يعني بعد جهد طويل قوي. يعني انا ما اتشهرتش غير لو انا عندي مثلا 29 سنة. لكن المحتوى التافه بيفيرال على طول. اكيد طبعا. لكن هو بقى المشكلة في الجمهور نفسه، والمشكلة في الثقافة نفسها بتاعت الشعوب بتتفرج على المحتويات دي. وفي بقى في السوشيال ميديا حاجة انا بقى بعتبرها رخيصة وسهل، اللي هو الرياكت. اي حد دمه خفيف بيطلع يعمل رياكت وبينجح بشكل كبير، والفيديو بتاعه بيتفايلر بشكل كبير جدا، وممكن يوصل لمسابقات عالمية. يعني ممكن يترشح في مسابقات عالمية، مع انه رغم ان هو انت رياكت. اللي هو بجيب فيديو عشان اشرح بس انت برضه اصلا للناس. ولا ممثل ولا درست تمثيل ولا اي حاجه. انت بتطلع تقول تعمل رياكت. انا بجيب فيديو بقلس عليه ايا كان. التقليص ده نظيف او مش نظيف. يعني ايا كان بس هو تحت بند ان انا بتريق. انت بتتريق. انت بتعمل رياكت. بتعمل رياكت بقى. واحده بتطبخ، واحده بتعمل، واحده بتسوي، واحد بيعمل مش عارف ايه. انت بتطلع تعمل رياكت. انا بالنسبه لي ده مش محتوى، ده بالنسبه لي سهل. بس بشوف ناس دمهم تقيل كتير، يعني ما ناس كتير اي بتطلع دمها رياكت تقيل. بيطلع هو بيتحط. انا بالنسبه لي تنمر. يعني انا بالنسبه لي مش يعني انت هيتحاسبوا على ده حتى لو قدام انت ربنا محترم اكيد. وبتعمل رياكت على حد وانت محترم ما بتقولش لفظ، بس صدقني انت كده في تنمر. خلينا متفقين اللي هو تنمر. انا اطلع حد مسرح ايا كان، انا مؤدب او مش مؤدب، القصه الاتنين واحد. وانا دي بالنسبه لي بتستفزني. ليه؟ لان في ناس بتالف قصص، وفي ناس بتعمل سكتشات كبيره، وفي ناس بتعمل افلام على البتاع ما بتنجحش قد ما محتوى الرياكت بينجح بشكل كبير جدا. بيفايرلر كتير جدا على الفيسبوك وعلى التيك توك. اظن انت عارف الموضوع ده على اليوتيوب، فاهم؟ فانا بالنسبه لي المحتوى ده مش حابه. وده غير المحتويات ان اللي هي بتطلع تقول اي كلام. يعني اي ترند، يعني اي حاجه، اي كلمتين يقولهم واحد صايع كده او واحده صايعه تقول اي كلمتين، والكاميرا بتاعتها اصلا مفيش،
منتهيه، تطلع تقول كلمتين تلاقي تاني يوم البت اتشهرت واتعرفت والفيديو بتاعها جاب 18 مليون ومش عارف ايه. وسابتني يا فريده مش عارف ايه وحاجات كتير زي وفيديو يبقى 10 15 ثانيه وحد صاحبنا كده يوريهولي ويقول تلاقي لي بقى شفت وحركات غريبه كده تحس تلاقي ان الناس مجانين. تلاقي بقى واحد تاني بيعمل محتوى ومتعوب عليه تصوير ده ومونتاج وكتابة وكل حاجة تمام، مفيش فيديوهات خالص 325 مشاهده ويبدأ أصلا صانع وكلهم المحتوى صحابه. يشك في نفسه يقول طب أنا عملت إيه؟ مم. يعني عندك مثلا اللي أنا شايفه ناجح جدا في محتوى محترم وتحفة، سامح سند. مش عارف طبعا طبعا ده اللي هو بتاع اللي بيقول القصص قصص والحكايات والروايات اللي كانت بتحصل والأحداث اللي كانت ما بتحصل شاء الله هو قبل ناجح كده من والناس الجريمة. طبعا ده أول ما بدأها كان بدأها بحاجات تجذب الانتباه. مم. هو نجاحه في إن الحاجة اللي بيقولها بتجذب الانتباه، مظبوط. فاهم؟ مش بيطلع يقول قصة أو حكاية كده على طول، لا، بدايته كانت حاجات جذبت الانتباه. هي الشهرة صعبة، محتاجة صبر، محتاجة يكون بالك طويل قوي، اكيد محتاجة ان انت تصبر، بس ما تدخليش السوشيال ميديا عشان عايز فلوس، مش مم. هيجيلك فلوس، فاهم؟ يعني هو انت لو انت دخلت بنية اللي انت عايز فلوس، لا، انت داخل بنية اللي انت تعمل كونتنت اللي الناس تحبه، اذا كان بقى ترفيه اذا كان ايا كان، فانت اعرف اللي انت داخل كمان بتعمل الحاجة اللي انت بتحبها. فدي برضو دي اجابة على السؤال بتاعك اللي هو الموضوع اللي هو الناس عايزه تتجه عشان تجيب فلوس. انا بحب الحاجه دي يبقى انا اوصل ليها حتى لو بعد 3 4 سنين. انا عمري ما شفت سامح سند وهو صغير، هو اتشهر وهو كبير صح؟ مظبوط اكيد في صبر السوشيال ميديا كتير هو طالع وقعد. عشان فلوس؟ لا طبعا لا، والا ما ده كانش اتشهر بالمنظر ده والناس بالظبط، حبته. وبيحكي قصص وحكايات حصلت وايه وليه وحاجات طريقه مميزه جدا. لا وحاجات ايه بيفصص الجريمه، فاهم؟ زي ما يكون كان قاعد مع يعني الراجل اللي هو بيعمل المحضر طبعا كان قاعد مش عارف الجثه ويتكلم عن الجثه ومش عارف ايه. ده راجل ده ذكي. في ناس بتطلع تقدم محتويات حلوه بس ما عندهاش الهوك، ما عندهاش البدايه، عارف انت اللي هو في بدايه تخليني وانا الفيديو. بقلب اقوم واقف استنى اتفرج. يعني بدايه الفيديو ديت الكام ثانيه دولي هم الفيديو نفسه. في ناس ما عندهاش الموهبه كده اللي هو تجذب الانتباه، في ناس ما عندهاش الموهبه دي، بس في ناس عندها محتوى كبير قوي. لو ركزوا على النقطه دي هيوصلوا على طول. بس هي الفكره نفسها في البدايه نفسها تكون قويه ولا بدايه نايمه، لان في ناس كتير جدا بتحكي قصص، في ناس كتير جدا بتطلع تمثل، في ناس كتير جدا بتطلع تعمل يعني تضحك الناس. فاحنا اصبحنا زحمه. هم بقى بيعملوا ايه عشان يتشهروا؟ هم بيخشوا حاجات تافهه عشان ايه؟ يقول لك السهل. بس السهل بينزل، انت عارف كل حاجه سهله بتبتدي سهله بتجيلك سهله بتنتهي ما بتكملش. اكيد طب يطلع ناس برضو تعمل تفاهه وبعد كده يمشوا يتسجنوا يا اما. وبطان انا سعيد جدا ان احنا كنا مع بعض النهارده. انا عرفت اجيبك طبعا من القاهره بالصدفه، فيعني انت لولا ان انت حبيبي وانا عارف ان انت ما بتجيش لاي حد وما بتحبش تطلع، بس انا كنت مبسوط لان كان فرصه كويسه جدا من خلال ما احنا قعدنا مع بعض ان احنا والناس اللي بتشوفنا اقتحمنا عالم السوشيال ميديا واتكلمنا عن الحاجات الخاصه بالفيديوهات والناس الكونتنت كريتور على الفيسبوك وعلى المنصات زي التيك توك واليوتيوب والحاجات زي كده. وبعدين في حته كانت مهمه بالنسبه لنا جدا، اولادنا بيتفرجوا على ايه الحته دي برضو كان جيمنج، لان اغلبيه الاطفال بيتفرجوا على جيمنج بالظبط كل الكلام ده. وانا بشكرك لانك وضحت لي حاجات كتير انا ما كنتش فاهمها، واعتقد الناس كتير اتفرجت علينا حتى لما هنقطع الفيديو وينزل على ريلز وحاجات زي كده، الناس هتتابع وهتشوف قد ايه احنا كنا مش فاهمين اولادنا موجودين فين، ومش فاهمين ان اهمالنا لاولادنا بعض الاحيان هو بيكون السبب في ان هم يلجأوا لحاجات مش كويسه. الانترنت ده عالم كبير جدا، زي ما تكون سايب ابنك جوه بحر، فالبحر لو بلع ابنك يبقى ما تلومش البحر ولا تلوم حاجه، وتلوم من نفسك ان انت ما اهتمتش بابنك. يعني هو ولا لوم على السوشيال ميديا ولا على الجيمنج ولا الحاجات الترفيهيه دي خالص، هو لوم بس على الاهل اللي هم سايبين عيالهم 24 ساعه يعملوا اللي هم عايزينه، وده غلط. وانا بشكرك جدا 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 ان احنا وضحنا النقط دي، وحابب بجد اوجه رساله للناس كلها وللاهالي. يا جماعه كل واحد يخلي باله من اولاده، زي ما بيقول لك خلي بالك من عيالك، خلي بالك من عيالك بجد. وعلى فكره كل ما انت بتهتم باولادك اكتر وتقعد معاهم اكتر، كل ما بتقدر تربيهم احسن، بيبقوا بني ادمين اسوياء
ما يبقاش بيحب يجري ورا التفاهات، بيقدر ان هو يتعلم كويس، يعيش كويس نفسيا، بيبقى كويس. احنا على فكره المجتمع اللي احنا فيه بقى فيه جزء كبير جدا منه مرضى نفسيين، زي ما القبطان 91 قال لنا. المرضى النفسيين النهارده بقوا مليانين في الشوارع حوالينا بسبب ان خلاص ما عادش في اهل بيهتموا، ما عادش في اخوات قاعدين مع بعض زي الاول، كله بقى قاعد على السوشيال ميديا بيتفرج على اي حاجه اذا كانت كويسه وحشه، ما يفرقش معاك الكلام ده كله، ما حدش بيتفرج، ولان ما حدش بيوجهه. وما تفتكرش انت كواحد نفسك تدخل مجال السوشيال ميديا ان هي بتجيب فلوس. الابطال 91 قال لك انا ياما مسكت منها فلوس، والنهارده انا قاعد بشكل ما باوقات كويسه واوقات وحشه واوقات وحشه جدا، وما تبقاش الناس فاكره ان انا عايش حياتي كلها على ده. فلازم الواحد يبقى بيفكر في الحاجه اللي ممكن تنفعه فعلا، والاهالي تركز مع اولادها كويس جدا. واديكوا شفتوا القبطان 91 قال لنا موضوع الفيديوهات ماشي ازاي، والالعاب واللي ورا الالعاب، الحاجات اللي انا ما حدش هيقولها لي غير حد جوه الموضوع. القبطان لو ما كانش قال لنا الكلام ده كناش عرفنا كل التفاصيل والدهاليز اللي جوه الموضوع. اتمنى تكون الحلقه فعلا نفعتكم، واتمنى ان كلكم تشكروا معايا القبطان 91 ان هو فعلا قال لنا كلام مفيد جدا جدا بالمنظر ده. وان شاء الله الايام الجايه يعني هناخده معانا تاني في جولات ليها علاقه بالسوشيال ميديا وليها علاقه بالاطفال، وان شاء الله نشوفه كده بيعمل محتوى جميل اكتر واكتر علشان الاطفال يستفيدوا من اي حاجه او من اي فيديو بينزله بيقول فيه رساله حتى لو بشكل دمه خفيف يعني. شكرا يا قبطان. حبيبي.